يا صباح الطاقة والنشاط وصباح الفل على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد وروتين جديد، يا رب كده الفيديو يبقى خفيف على قلبكم. حطي لايك للفيديو لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، تشتركي فيها بقى وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفوها اول باول. واهم حاجة اهم حاجة تحطي لايك للفيديو. نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا الفيديو جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين صحيت الصبح كده، فنجان قهوة على طول كده علشان الباور بقى، فاهمين انتوا طبعا، يديني طاقة كده ويديني باور كده. طبعا ما فطرتش على طول. انتوا شايفين فطار قدامكم بس انا ما فطرتش على طول، لا. انا شربت فنجان القهوة الاول. طبعا عملت بقى اللانش بوكس للعيال وراحوا المدرسة وكده ونزلوا. وعملت بقى القهوة بتاعتي، قلت اشرب بقى قهوة على روقان كده. خلاص بقى العيال راحوا المدرسة، وانا بحب قوي الصحيان بدري. بصوا، بدعي ربنا كده، بقول يا رب كده تديمها عليا نعمة، واصحى بدري كل يوم. يعني افضل كل يوم كده اقوم بدري. ببقى فعلا وانا لسه بقوم كده ببقى مش قادرة افتح عيني اساسا، عايزة انام تاني. بس بمجرد بس ما بقوم كده وبغسل وشي وبتوضى وبصلي، بلاقي نفسي خلاص فقت كده وانا قايمه كده اقول ده انا ممكن اخش انام تاني، بس والله ما خلاص يعني بقول انا قمت خلاص مش هنام تاني. انام الظهر ممكن شويه، رغم والله ان ما بعرفش انام اساسا من العيال الظهر. ما بعرفش انام منهم. يعني اول لما المدارس فتحت كانوا بيجوا اللي هو اول اسبوع ده بقى كانوا بيجوا يناموا، يعني خلاص بقى جايين هم خلاص بقى متعودين ان هم بيسهروا كده، فكانوا بيبقوا صاحيين بالعافية. فدلوقتي هم بيناموا بدري، فهم اوتوماتيك كده بيصحوا بدري، فاهمين؟ وانا برضو بنام بدري وبقوم بدري، بس اساسا في حد ذاتها كده انك تقومي من على السرير من تحت الغطا كده وتقومي، الجو ساقعة. الجو بقاله اسبوع ساقع، فبنقوم بالعافية صراحة يعني. المهم لفيت بقى في الشقة كده، طبقت كده السراير بتاعة العيال، وقلت اخش بقى احط شوية. كان عندي طبعا هدوم، ثبت الغسيل مليان هدوم، فكان محتاج يعني ان انا يعني اغسل على الغسالة النص، ولكن الجو ساقعة فانا قلت لا مش غاسلة على الغسالة النص. انا هشغل يعني مرة الصبح ومرة بالليل كده، دورة غسيل. هديها مرة الصبح ومرة بالليل. لان الغسالة طبعا انا بخاف عليها اشغلها كتير، يعني عشان اخلص يعني الهدوم، لا. بشغل مرة الصبح ومرة بالليل، والهدوم هتخلص يعني مع الوقت، هتخلص بسرعة يعني طبعا. يا رب كده يديم علينا نعمة غسيل الهدوم ونعمة غسيل المواعين. كل دي نعم ربنا يديمها علينا نعمة ويدينا الصحة يا رب كده، ونغسل ونعمل بصوا كل حاجة. بس أهم حاجة يدينا الصحة، يدينا ويديكوا يا رب كده الصحة. بعد ما خلاص بقى شربت فنجان القهوة، وزي ما قلت لكم لفيت لفة في الشقة كده، وبعد كده رحت فطرت. زي ما انتوا شفتوا كده حطيت معلقتين سمسم و... آه وعملت سلقة بيضة وفطرت. بس كده. بعد كده بقى دخلت زي ما انتوا شايفين بقى، قلت اطبق السرير ده اظبطه كده ارتبه. و اللهم صل على النبي، افتح بقى الشباك. طبعا زي ما انتم شايفين انا بحب الشقه اللي بيبقى فيها شبابيك كتير، اللي هي بتبقى بصوا يعني الشمس داخلاها من جميع الاتجاهات زي شقتي كده. عايزه اقول لكم انا بحب شقتي جدا علشان الشمس داخلاها من كل من كل الاتجاهات. بحب فعلا البيوت دايما كده. كنت اسمع يعني يقولوا ايه، البيت اللي بتدخله الشمس بيبقى فيه بركة او حاجة كده، والله مش فاكرة المثل بيقولوا ازاي، بس هو يعني البيوت اللي هي بتدخلها شمس بتبقى حلوة يعني. بس زي ما انتم شايفين بصوا، كنت بصور لكم من الشباك، كان في ناس بتشتغل في الارض قصادنا، فكنت بوريكم يعني. رغم والله ان كان في عفار كتير بره، بس انا قلت يعني هو ايه هو ساعة بس كده، افتح بس هوي الاوضه وبعد كده هقفل. بس كده. هنا بقى بعد ما خلاص رتبت كده الدنيا وظبطت السرير، والاوضه اساسا كانت نظيفه. انا كل يوم بعمل الاوض علشان مش عايزه يعني الدنيا تتكوم فوق دماغي. فاللهم صل على النبي. خلاص بقى كده كنست الاوضه، وهطلع بقى اعمل الريسبشن بره. كان اليوم ده، بصوا انا بصور يعني يعني مثلا النهارده ببقى مصوره فيديو بتاع امبارح،
فاهمين؟ مثلا النهارده فيديو النهارده ينزل تاني يوم، يعني الفيديو ما بينزلش في نفس اليوم. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم يعني التحميل بتاع النت برضو بيبقى اللي هو برضو التحميل مش سريع، اللي انا مثلا اصور النهارده ومنتج النهارده وانزل احمل الفيديو النهارده، كل ده مش هلحق. انتوا عارفين اليوم قصير، ما بقاش طويل زي الاول. الايام بتاعه الصيف بتبقى طويله، اما اليوم بتاع الشتاء بيبقى قصير، وانتوا عارفين الكلام ده. فما بلحقش، ما بلحقش خالص يعني. ف يعني فيديو النهارده بينزل تاني يوم، فيديو تاني يوم بينزل اليوم اللي بعده، وهكذا. بس هنا الريسبشن كان عايز برضو يعني مكان ما كنا قاعدين بقى بالليل. انتوا عارفين يعني خلاص احنا الاطفال لما بيكونوا قاعدين في مكان لازم يتنظف، يعني ممكن في اليوم مرتين، يعني على حسب بقى هم قاعدين بيلعبوا ازاي بياكلوا. وخصوصا ان احنا هنا قاعدين على طول بناكل بنشرب كل حاجة هنا. ماشي. فكل يوم بصحى اقوم من النوم كده، بقوم الصبح بظبط الدنيا كده واروق وافتح الشبابيك، و عندي حاجة بعملها. بصوا الشغلة البدرية منسية زي ما بقول، والله فعلا الشغلة البدرية منسية. انا بعمل حاجات كتير الصبح قوي، من الساعة 7:30 بعد ما العيال بيمشوا، من الساعة 7:30 كده لعند بالظبط الساعة 10 بكون خلصت كل حاجة. كل حاجة بقى، لو عندي هدوم بغسلها على الغسالة النص اوتوماتيك، لو عندي طبيخ ببقى طبخت وخلصت، وتنظيف زي ما انتم شايفين كل حاجة ببقى عملتها. مش هقول لكم طبعا طبخت وخلصت اللي هو الاكل استوى، يعني لا طبعا، يعني اللي هو بدأت اعمل الاكل واللي هو باقي زي ما بيقولوا ايه، عملت كتير وباقي حاجات قليلة. فاهمين؟ الحاجات القليلة دي بتبقى مثلا الرز مثلا يتعمل شوية سلطة، حاجات خفيفة كده يعني على جيد بقى العيال وكده. بس هنا قلت اكنس بقى الريسبشن. طبعا انا كل يوم بشيل الحافظة وبنفضها، بس اليوم ده انا صراحة ما شلتهاش، يعني هي ما كانتش محتاجة، ما كانش فيها اساسا حاجات كتير. وزي ما قلت لكم لما ايدك بتكون في الحاجة، الحاجة بتبقى اساسا نظيفة، تيجي بقى تعيدي عليها تاني تلاقيها برضو نظيفة، ما انتي اليوم اللي قبله كنت مظبطاها. بس زي ما انتوا شايفين بصوا اهو، يعني الدنيا برضو متظبطة يعني. السفرة بس كان عليها عباية ليا وشوية كراسات وحاجات كده للعيال، يعني هلمهم كده فوق بعض كده ومش اكتر يعني. بس ومكان بقى ما اللهم صل على النبي، مكان ناس هلمع بقى السفرة، ألمع ترابيزات، الحاجات دي كلها. بس فالواحد لما بيعمل الحاجة باستمرار تلاقي الحاجة نظيفة وزي الفل. حد جه عليكي فجأة الدنيا بتبقى تمام. كان في حد قال لي ان اللون اللي هو النبيتي بتاع الركنة مش حلو. كان في حد قال لي كده يعني. انا عارفة والله ان هو اللون اساسا على فكرة هو اللون مش احمر، هو اللون نبيتي. بس نبيتي بقى، عارفين انتوا لما القماشة هتبقى خلاص غيرت اللون؟ عارفين دي؟ يعني تحسوا اللون اتغير شوية. هو اللون مش يعني ما اتغيرش كتير، بس هو في الكاميرا تحسوا ان هو متغير، اما في الحقيقة مش متغير كتير. طبعا انا يعني الركنة والله انا عارفة ان لونها اساسا مش عاجبني ومضايقني خالص، وعايزة اغير الركنة. ولكن انا بص عايزة افهمكم على حاجة، انا الركنة عاملاها جديد، الستاير عاملاها جديد، السجاد اللي عندي انا جايباه جديد، يعني كل ده انا لسه جايباه. اصل السجاد يعني انا مش هجيب مثلا سجادة السنة دي والسنة الجاية اروح اجيب واحدة كمان وكل سنة هقعد اجيب، لا. ما انا عندي خلاص، يعني انا عندي سجاد كتير، فانا مش كل شوية هغير. فانا هغير لون الركنة، هخلي الدنيا ماشية مع الستاير مع السجاد. وحتى والله يعني عايزة اقول لكم ان السجاد اساسا اللي بيتفرش مع الركنة، السجاد ده اساسا هو اساسا انا لما جبت السجاد جبت الركنة، يعني جبت الاتنين مع بعض. هو بس الفكرة ان انا ما كنتش غيرت ستاير وما كنتش عارفة اعمل ايه، يعني ما كنتش عارفة اعمل ستاير ايه اغير. هو بقى في الفترة اللي انا عملت فيها الركنة كان اللهم صل على النبي، الستاير كانت بقى حاجة تانية، اللي هو اللي هي انا بصوا مش عارفة الاسماء، ولكن كان حاجات تانية. اللي هو انا عندي الستاير اللي هي
اللي هي بتبقى على خشب دي. كان في منها بقى طالع بس على خشب وحاجات بقى احلى شوية، فاهمين؟ يعني هو نفس الستايل بس على حاجات احدث شوية. فانا ما كانش عاجبني النظام ده خالص، نظام الخشب والحاجات دي ما كانش عاجبني خالص. كنت عايزة مواسير، بس كنت عايزة بقى ايه، انا عندي مواسير في الاوض بس برضو مش عاجبني، لان الشغل بتاع المواسير في الاوض عندي مش عاجبني. انا كنت عايزة حاجة احسن، وكنت عايزة حاجة تتفك وتتغسل بسهولة معايا بصوا كان في حاجات في دماغي كده عايزة اعملها ومش عارفة اعمل ايه. اللي هو انا عايزة يعني في مواصفات في دماغي، زي مثلا عايزة ستاير تتفك وتتغسل، بس في نفس الوقت لا مش عايزة الستاير اللي هي على خشب، ومش عايزة الموديل ده، فاهمين؟ يعني مش عايزة الشغل ده. فسكت بقى، قلت خلاص يعني مش عاملة حاجة دلوقتي. ففضلت ساكتة كده لعند ما طلعت الستاير اللي هي بقى على مواسير الشغل الجديد اللي هو نزل ده. كان صراحة يعني من ساعة ما نزل وهو عاجبني خالص يعني. فعملت كده في الريسبشن، وعملت كمان في الصالون بره عملت بيت ستاير. الشغل ده عاجبني خالص وشكله حلو وكده يعني، فاهمين؟ وحاجات بسيطة يعني. الواحد اساسا لما يعمل حاجة بسيطة احسن ما تعملي حاجة مكلفة وبرضو مش قد كده. يعني انا مش هتفرق معايا، بس الحاجة لما تكون بسيطة وسعرها بسيط وشكلها بسيط وكل حاجة كده بسيطة بتبقى احسن يعني واشيك. فهو ده اللي انا عملته. فانا بقى هعمل ان شاء الله هغير الركنة، وبفكر ان انا اللي اعملها. يعني بفكر انا اجيب القماش وانا اللي اقص القماش، لان انا ليا في الخياطة وليا في الحاجات دي. فبفكر ان انا اقص القماش وانا اللي ادبسها. اصل كل الشغل هيبقى تدبيس، مش يعني مش هنخترع فيها، هو كل الشغل تدبيس. هتدبسي القماش في الركنة في الخشب بقى، وبقيت الركنة اللي هو الشلت بتتخيط عادي يعني. فالموضوع سهل وبسيط يعني، سواء انا خيطت الشلت وديتهم لخياطة اي حد يعني مش هتفرق. بس هنا كنت خلاص بقى كده غسلت المواعين وخلصت، وهنا الغسالة خلصت.